ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه تامر عاشور الجديده، اغنيه تصحى للكلام. لسه نازله كده بقى حبه حلوين. يلا بينا. اغنيه تامر عاشور الجديده اغنيه تصحى للكلام. الاغنيه هي من كلام محمد مصطفى، ومن الحان محمود انور، ومن توزيع محمد مجدي. الاغنيه انا شايف انها من الاغاني اللي صعب جدا تامر عاشور يعمل زيها كتير، تبقى علامه كبيره جدا لتامر عاشور قدام، وهتشتغل كتير جدا الفتره اللي جايه. وهتشوفوا كلامي ده يا جماعه على الفيديوهات وعلى التيك توك، وهتشتغل في كل مكان وفي الاماكن العامه بالذات. ان الاغنيه رتمها هادي جدا، ورتمها بصوا يدخلك في مزاج وهيبسطك جدا. يعني اللي هيسمع الاغنيه هيفهم من قصدي ايه كويس. الرتم بتاعها كان حلو قوي. شايف ان تامر عاشور ابدع جدا في الاغنيه دي، وكان مركز فيها وده كان واضح. الالحان كانت بسطاني جدا في الاغنيه، والريتم كان من اقوى الحاجات اللي كانت في الاغنيه. التوزيع يا جماعه محمد مجدي انا بوجه له تحيه كبيره جدا، وبقول له شابوه على التوزيع الرايق ده. عامل توزيع حلو قوي. انا شايف ان التوزيع كان فيه شويه تفاصيل كانت فعلا متعوب عليها في الاغنيه، والاغنيه كلها كده باكج على بعض تحسوا انها لتامر عاشور. يعني مثلا في اغاني منها نوعيه ما ينفعش ان انا اشوف ان المطرب تاني يغنيها، برغم ان تامر عاشور ملك الاحزان بيبقى توب. طبعا تامر عاشور في الاغاني الحزينه بيبقى واو، لكن في الاغاني اللي تبقى رومانس او الاغاني اللي بيبقى رتمها حلو كده وهادي زي الاغنيه دي بتلاقي عليه. حتى لما اجي بسمعه في اللايف ببقى مبسوط جدا، وفي نفس الوقت ببقى مخضوض. او طبقه صوته بتبقى صعبه جدا، ومن الاصوات القويه جدا في الوسط الفني. حتى لما كان في برنامج حبر سري، لما كان مع المذيعه وغنى منها حته، انا كنت متفائل شويه، وانا كنت حاسس بشويه تشويه ناحيه الاغنيه. مفيش شويه وعدى ونزل الاغنيه تستاهل انت تسمعها، تقعد كده تسمعها على رواقه، تقعد تسمعها كده مع نفسك بقى. من العيار التقيل لتامر عاشور، اغنيه فعلا متعوب عليها. انا كنت مبسوط جدا وانا بسمع الاغنيه. شايف فريق العمل كله كان ممتاز. حتى برضه محمد مجدي هو عامل توزيع رهيب في الاغنيه بصراحه، هو اللي كان شددني جدا جدا هو الالحان. طبعا ده غير صوت تامر عاشور. بالنسبه للكلمات فمحمد مصطفى عامل موضوع ممكن سمعت زيه قبل كده، اللي هو غزل وحب وكده. الموضوع مختلف شويه. شايف ان هو عارف يركب الكلام على بعضه، والجمل والقافيه عاملها بشكل حلو جدا. انا كنت مبسوط بطريقه مش طبيعيه وانا بسمع الاغنيه دي. ما اقدرش ان انا اتخيل ان ممكن مثلا مطرب تاني يغنيها. صعب يا جماعه بجد. واللي هيسمع الاغنيه هيعرف انا بقول ايه. الاغنيه شايف ان هي بشكل عام اقوى حاجه فيها كانت التوزيع. شايف ان الالحان كانت حلوه جدا من محمود انور، عامل فيها شغل حلو. حتى التوزيع الباكج كله كان طالع. شايف ان هو كان روحه حلوه. يعني اكيد فريق العمل كان روحه حلوه، وكان فيه كده ترابط مع بعض عشان يطلعوا اغنيه حلوه زي دي. اغنيه بالهدوء والروقان ده لتامر عاشور. وانا برضه عايز اعرف رايكم في الكومنتات. يعني عايز اعرف الاغنيه كانت عاجباكم ولا ما كانتش قد كده. كل اللي سمع الاغنيه يقول له رايه تحت في الكومنتات. انا بشكل عام شايف انها من الاغاني القويه جدا لتامر عاشور، واغنيه تعيش. اغنيه من الاغاني الرايقه لتامر عاشور. ده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وبتشوفني اشترك في زر الجرس، واعملوا لايك عشان كمان في محتوى اقدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحاب قناه. ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. شكرا.